خير حبايبي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ يا رب تكونون بخير وبصحة وسلامة. اليوم حبيت اشرح لكم شوي عن تجربتي بجهاز الفيليبس المنزلي لإزالة الشعر. طبعا هو جهاز كلش آمن، ويعني مثل ما نقول فلوسنا بيه. جهاز آمن ونتيجته مضمونة 90%، ما أريد أقول 100%، 90% نتيجته مضمونة. هو هذا شكله مثل ما شفتوه. هسه اني خلته على الشحن، هذا الاصدار الاخير، يعني هذا احدث شي نزل. هو شنو هو البي الاحدث شي؟ تقدرون تخلوه على الشحن وتشتغلون بيه. هو هذا الشي يعني الحديث بيه. وايضا برؤوس لجميع الجسم، يعني هذا مثلا مرسوم عليه مال اباط، مال ابط، هذا هيجي شكله. وهذا ما مرسوم عليه اي شي، يعني هيجي فارغ، بس لون ما محددين شي. هذا نستخدمه للرجل، يعني مو من القدم، من تحت اللي فوق، وايضا نستخدمه للايد. وتقدرون هم تستخدموه للبطن اذا يتواجد بها شعر، يعني هم تقدرون تستخدموه، لان هو كاتب لكم يعني للبطن وللايد وللرجل هذا يستخدم. اما هذا الاخ فهو المنطقة البكيني، هذا شكله، وهم راسميلكم عليه، يعني هو آمن لأن كل راس مرسوم عليه، تعرفون مال ليش. وعندي هذا الرابع، هو مال بشرة، مال وجه، مرسوم عليه وجه مال بنية، يمكن إذا تلاحظون هذا شكله. طبعا هو هيجي ينملص من هنا ويشكل هيجي. هاي كل اللي نحتاجه من نستخدمه. مثلا سويت وجهك بيه وكملتيه، تملصيه هذا الراس وتجي وياه يجي مثل شلون اقولكم، شلون الوصلة الفانينة، يعني نمسح بيه هاي الشاشة، نمسحها ونشكل الراس اللاخ. نشكل مثلا هذا نستخدم بيه للايد وللرجل، هيجي شي نشكله وعادي. طريقة استخدامه، طبعا طريقة استخدامه بيه هواي طرق. اول شي تقدرين تستخدميه بهاي الشفرات، هي من نيفيا، طبعا كلش آمنة، وبها اكو بها 5 رؤوس. هي هاي هسه 5 رؤوس، بس بيها 3 شفرات، واكو بيها 3 رؤوس، يعني هاي الشفرات مالتها 3، اكو 5. هاي ام ال5 احسن شي، مثل ما تشوفون هذا شكلها، وهي آمنة همات، يعني تتحرك منا ومنانة، ما تجرح ولا تجلغ الجسم، يعني عادي كلش آمنة وحلوة، وما تطلع الشعر يشكشك وما أعرف شنو. هاي لا، كلش آمنة هاي النوعية. وأيضا شو اسمها، والله ما أدري نسيتها، هم كنت أستخدمها، يعني مرات أجيب من هاي مرات أجيب من ذيجي. فينوس، اسمها فينوس هذيك اللغ، وردية يصير شكلها، واكو على خضرة، حسب الشفرات مالتها ألوان اكو، وهم سعرها زين يعني. بس هاي أحسن شي، أنا حسيت هاي أحسن شي يعني، وآمنة همات، ذيجي هم آمنة وهاي هم آمنة، يعني تقدرون بالحالتين تستخدموهن. متوفرات بالجميع الماركتات، بالنيتو، بالكوفلان، بالدي ام، بالروزمان، بكل الماركتات متواجدة هاي الشفرات. وبيها هنا مثل المادة، مثل ما تلاحظون، على مود لتنشف البشرة. هو هنا خللنا بالكرتونة، هاي الكرتونة مالته، خللنا بيها هاي الورقة. من تفتحين الجهاز راح تلقيها. طبعا هو راح يقولش نزلي هذا البرنامج، هذا فيليبس مكتوب لومية، تنزليه من سوق بلاي، او هذا مال الاجهزة الايفون، على جهاز الايفون او على جهاز السامسونج، اثنيناتها تقدرين يعني تنزليه. بس كتبي فيليبس بالعربي راح ينزل لك هذا شكل البرنامج هيجي.
هاي العلامة مال الجهاز وجوا مكتوب اسمه. راح تطلع لك هيجي هاي الصور، وهو يعلمش عنده طريقة، يعني يقولش تختارين مثلا تردين تحلقين بالشفرة اللي هي هاي تحلقين بيها تريدين، او تريدين بالحلاوة اللي هي الشيرة، او شو اسمه بجهاز البراون الكهربائي. خلي اشوف لكم اياه. طبعا بنات هو هذا اللي دا اقصد عليه البراون، هذا شكله. هم من هنا تشغلوا هاي الدرجات بيه، وهم على الكهرباء تخليه وتشتغلين. يعني هذا عندك 3 خيارات، يا اما تستخدمين هذا، يا اما هاي الشفرة، يا اما الحلاوة اللي هي شيرة احنا نسميها بالعراقي. 3 خيارات عندك، وحدة من عندهن تشيلين بيها الشعر مالك. وبعدين ما تخلين اي كريم، لازم بشرتك تكون خالية من الكريم. يعني تشيلين الشعر وتخضين جسمك بالمي، ورأسا ورا نص ساعة تقريبا هيك شي تقدرين تستخدمين الجهاز. الجهاز طريقة استخدامه نعلق نشغله من هنا وندوس على هذا زر البحث. دا تشوفون دا يأشر عندي، يعني لازم اخليه على بشرتي. هسه اني خليته على ايدي. خمسة. طبعا هو دائما يختار لي رقم 5 لان بشرتي فاتحة. اما البشرة السمراء والحنطاوية ف يعني يقلل لهم، يعني يجوز 4 أو 3 يختاروا لهم الارقام. هسه انا يختار لي 5، لازم ادوس صح واشتغل عليه. هيجي احطه، ما راح احطه، راح يعتلق هذا القلوب دا تشوفوه الاحمر، وهذا هنا يشتغل عندي ابيض. اذا ما اشتغل هذا الابيض، هسه اني مو خلته اعوج، ما اشتغل عندي الابيض، يعني خلته غلط. من اخليه هيجي صحيح راح يشتغل عندي، فبهاي الحالة راح اقدر اشتغل عليه. هذا هو هسه ضغطت عليه اني. طبعا هو لا يأذي ولا ابد ولا يأذي العين، كلش امن مثل ما تشوفون. هذا هو ولا يأذي ولا ابد. تطفيه من هنا، والحلو بيه تخليه على الشحن وتشتغلين بيه. يعني هو هذا الميزة مالته الحلوة. اما الاجهزة الباقية اللي نفس النوعية هم فيليبس وبيجي يعني راسيا من هذني، او يجي مرات 3 بيه ذني كنا من تخليهن على الشحن ما تقدرين تشتغلين بيه، لازم يشحن ويكمل يلا اشغلي. وبهاي الحالة راح تطولين، يعني اقل شي يردك فد 3 ساعات يلا تكملين. اما هذا لا، بخلال نص ساعة تقريبا انتي مكملة وانتي وخلته على الشحن تستخدميه. ذني كنا بسرعة يهبطن الشحن مالتهن، يعني احتمال تسوين شوي نص ايدك اللي هنا هو مطفي وتنتظري نص ساعة يلا يرجع همات يعني تشحني وتكملين، لان هم يعني ترجعين تكملين هيك شي. فهذا احسن شي، يعني 90% هو نتيجته مضمونة. هسه اني عندي هاي الجلسة ال5 وشعر كلي تختفى، يعني ماكو ولا شعراية. هو من اول جلسة يبين، يعني تحسين الشعراية من تطلع هي مو ما تطلع اول جلسة، بس تحسيها خفيفة مو مثل قبل الخشنة. شعراية خفيفة مثل ما نقول تايخة، بس تريد توقع. بالجلسة الثانية راح يبين عندك فراغات، يعني منطقة بيها منطقة ما بيها، منطقة بيها منطقة ما بيها. والجلسة الثالثة يبين كلش فرق يعني هواية. بالجلسة الرابعة همات، والجلسة ال5 ولا شعراية تبقى. طبعا بالبداية كل جلسة 15 يوم يقرر لك، كل 15 يوم جلسة لحد 3 جلسة، بعدين شهر ونص، وبعدين وراها شهر. هسه اني هيك استخدم لي اياه. هو على هذا البرنامج تمشين، لازم يعني لازم تنزليه بالجهاز وتمشين عليه. هو يحدد لك موعد الجلسة،
يعني هو يعلمكم باللغة العربية، يعلمكم شلون تستخدموه. وطبعا من تكملين من عدة تكملين جسمك بالليزر، ما تنقعين جسمك، لازم تظلين الثاني يوم انتي يعني لا تحطي له مي ولا كريمات نهائيا. وعالشمس ايضا همات، يعني تقدرين تطلعين بس مو شمس قوية، مثلا تطلعين على البحر او شي، لا راح يحترق جسمك. فيعني بالبيت تقدرين بالليل مثلا تسوين. بالنسبة لي اسوي بالليل واتركه، يعني ثاني يوم اقعد الصبح عادي اغسل بشرتي طبيعي. بالليل اسوي احسن حل، لان بالنهار واحد ما مستحيل يقدر، يعني مثلا ما يخلي على ايده ماي او يغسل وجهه شلون، فبالليل امشي. هسه كملنا من هذا الكلام. طبعا حبيت اقول لكم انه هو ما تستخدمه الحامل، المرأة الحامل ما تستخدمه، وش اسمه ورا ما تجيب تقدر تستخدمه طبعا، بس اثناء الحمل ممنوع، مو زين عليها ولا على الطفل. هاي البنات اللي دا يسألن طبعا على هذا السؤال دائما يسألوني عليه. وايضا شو اسمه هو لا يحرق البشرة مثل ما قلت لكم، ولا يسودها ولا يأذي. يعني اكو بنات يقولون يحرق ويأذي ويموت، هو لا يموت ولا شيء يعني هي لسعات خفيفة كلش، لا تحسين بيها ولا أبد. ومثل ما قلت لكم يعني هو كلش آمن. هسه مثل ما قلت لكم هنا كملنا الشرح عنه وعن الرؤوس مالته. وهنا عندي هاي الانواع المقشر، طبعا اني من اكمل الجلسات مال الليزر وراها بيومين هيجي اقشر جسمي. التقشيرات الموجودة هي يعني تقدرين تستخدميها مثل ما نقول بين يوم ويوم، كل اسبوع. التقشير القوي، التقشير اللي بين يوم ويوم هو هذا، تصير حبيبات مالته ناعمة، يعني ما تأذي البشرة هواية. مثل ما تشوفون هنا اذا تلاحظون كلش ناعمة، ما مبينة اكو حب، يعني هيجي شي خفيف كلش. هو هذا اكو 3 نوعيات من عنده، موجود بالدي ام، هذا اخذته اني من الدي ام، وبالروزمان موجود همات. وايضا هنا هذا الكيس مال القهوة اللي نشربها، هذا هو شكله يصير هيك شي، يصير القهوة ناعمة مالته، طبعا هو مفتوح من هنا، تصير الشكل ماله ناعم. تفتحيه من هنا هذا الكيس، تفتحيه هيجي وتضيفيه هاي القهوة البيض، تضيفيها بالطاسة او كاسة لايلون عندك، يعني هي خاصة تخليها إلك للتقشير. تضيفيه وتضيفين وياه قليل من هذا الزيت مال أطفال. طبعا عندي تقدرين تستخدمين هذا الزيت وتقدرين تستخدمين هاي النوعية، انتي المتوفرة عندك تستخدميها. هذا مال الأطفال أني أكثر شي أرغب له، لأن يصير ناعم ويعني ما يلزق، ما يسوي الدهن، يعني يظل لازق بالبشرة. هذا هو شكله، قسم الأطفال موجود. وهذا تقدرين تستخدميه يعني حتى وحده بدون تقشير، شلون ما نقول مثل المرطب للبشرة ويحسن من جلدها. اما هذا القهوة وهذا الزيت هذا يوخر السولوليت ما ادري شو يسموه مثل ما نقول احنا بالعراقي التشققات، يقضي عليها يخففها او ما يخليها اصلا تطلع. يعني اذا تستخدموه مثلا كل اسبوع ما يخليه تطلع. شلون تستخدموه بهذا الشكل، مو خلطتي سوا القهوة والقليل من الزيت، تاخذين شوية من عندها هيجي بهذا الشكل، تخليه على بشرتك وبهذا الشكل هيجي على شكل دائرة، تفركين على شكل دوائر، وبهاي الحالة راح يتقشر الجسم عندك هيجي على شكل دائرة. دائما نستخدمه على شكل دائرة على مود الجلد الميت، الشعر الباقي، يعني كليته يوقع، لأن هو حيصير شلون التايخ، فيحتاج له مقشر.
بس مو رأسا، يعني مثل ما قلت لكم بين يوم يعني ورا يومين هيجي من جلسة الليزر تسووه، أو 3 أيام، وتقدرون تستخدموه. هذا تقدرون تستخدموه بين يوم ويوم. وعندي هنا الكريمات همات المرطبة إذا ما تحبون الزيت. هاي النوعية خذتها من الروزمان، هاي هم زينة يعني ما تبقى شو ما نقول مثل الزيت بالجسم، لا ناشفة، يعني ما تحسين اكو فشي بجسمك، بس بنفس الوقت تعطيك مرطب. اكو بالكاكاو، اكو هواية يعني مطعمة ما اعرف بهواية اشياء. هنا أنا عندي هذا همات مال جسم، هم مرطب من بلاك اوبيوم، هم ريحته تجنن، كلش قوية ريحته وتظل بالجسم. وجهاز يجي وياه جنطة، هاي الجنطة مالته هدية تخلين بها الرؤوس هنا، هيجي، وتخلين الجهاز والشاحنة مالته وتستخدميها، تنسد وتنفتح، تقدرين تخليه بالجنطة مثلا مال السفر هيجي. وهاي الكرتونة تجي وياها كل شي ماكو، يعني بس هيجي فارغة، بس الجهاز والهاي الكرتونة مالته. أنا هاي ضامتها واستخدم الجنطة هاي، خلي بيها واستخدمها، هذا احسن حل. وحبيباتي ان شاء الله كفيت ووفيت بشرحي لكم عن الجهاز، واي سؤال حابين تسألون عليه كتبوا لي بالتعليقات وراح اجاوبكم عليه. وانا اخذته من الميديا ماركت، من هاي العلامة شوفوها، هذا ميديا ماركت، وبضمان سنتين، يعني الوصل ماله للذب وبضمان سنتين. والومضات مالته هاي الجلوبات هسه شوفت لكم اياها، هي هاي 2550 ضربة، يعني هاي تكفيكم للشخص الواحد، مثلا انتي وحدك تكفيش تقريبا سنتين 3، لان انتي مو دائما راح تستخدمي يومية، يعني هو بس بالبداية كل 15 يوم، بعدين كل 3 اشهر، كل شهرين مرة بس. واذا خلصت الومضات مالته تقدرين تشتريها من الموقع مالتهم مال فيليبس، على انترنت موجودة، سعرها يمكن 70 يورو او 75 هيجي مرة شفتها. وهو هذا يعني جهاز مثل ما شفتوه سعره 450 من الميديا ماركت. وهذا، واي شي حابين تسألوني عليه حبيباتي كتبوا لي بالتعليقات، وان شاء الله راح اجاوبكم عليه. مع الف الف سلامة.